السلام عليكم. بص بقى يا صديقي، عشان نبقى على نور يعني انزل اعمل لايك وسبسكرايب. ازيكم؟ يا رب تبقوا بخير وصحه وعافيه. اسال الله خير هذا اليوم لي ولكم. احنا ممكن نخش في الموضوع ده على طول من غير مقدمات كتير، لان كلامنا جوه اصلا هيبقى كتير. من اول 15 16 سنه كده لحد 20 سنه يؤسفني ان انا اقول لك ان احنا في السن ده كان المفروض نبقى متجوزين. هتروح جاي انت قايل ايه التخريف اللي بيتقال ده؟ متجوزين ايه ومتنيلين ايه في السن ده؟ احنا لاقيين ناكل، احنا لاقيين نشرب، احنا لاقيين نتنيل. هتقعد في حته انت كمان؟ انا ولا لسه قادر ان انا اشتغل، ولا قادر ان انا اشيل مسؤوليه، ولا قادر اعمل اي حاجه، وفوق كل دوت انا لسه مراهق. بص انا هجاوبك على كل ده، بس في حاجه لازم نصححها عشان نقدر ان احنا نجاوب عليها بعدين، وان المراهقه او فتره المراهقه ليست بالشكل او الصوره اللي مدفونه جوه عقولنا كلنا او اللي دفنوها جوه عقولنا. هسالك سؤال، امتى بنقدر نقول ان الشخص ده بالغ؟ مظبوط، حوالي سن 13 14 سنه، لكنه مش بيبقى بالغ بس، بيبقى بالغ ومكلف. المراهقه واللي هي اصلها كلمه راهقه، ويدل معنى الكلمه دي انه اوشك على الوصول خلاص لمرحله يكون فيها بالغ ومكلف. والمراهقه مرحله بتحصل بين فتره الطفوله والبلوغ. ممكن نبقى نتفرع في حلقه تانية ونتكلم عن موضوع المراهقه ده لوحده كده بشكل مفصل. خلينا دلوقتي في موضوعنا احنا، ما علينا. بص هديك مثال بسيط عن ازاي 13 او 14 سنه ومكلف، لان انا عارف ان الحته دي هي اللي واقفه معاك. يعني ايه 13 14 سنه ابقى مكلف؟ ازاي انا لسه مش قادر؟ بس ايه، سيدنا اسامه بن زيد كان متجوز ومخلف وبيقود جيش. عارف الجيش ده كان جواه مين؟ عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق، وهو عنده 16 سنه. نقول تاني، وهو عنده 16 سنه، كان متجوز، كان مخلف، كان بيقود جيش في عمر بن الخطاب، سيدنا ابو بكر الصديق. احنا متاخرين قوي يا صاحبي. اذا نقدر نقول ان احنا حاليا متفقين، انا مقتنع واللي هيكمل الفيديو ده هو مقتنع ان هو فعلا متاخر، لان في مثال حي، في حاجه واقعيه وحصلت بقى قبل التطور اللي احنا فيه ده اصلا. عايده بقى على التربيه او على الاهل او لا، دي مش قصتنا حاليا، انا قصتي في حته تانية خالص، واللي هي ليه بقول لك تحاول انك تتجوز بدري؟ عشان في مشاكل في فوائد. هنتغاضى عن مشاكل كتير نذكر منها مشكله واحده، وهنتكلم عن كذا فايده. اول مشكله ممكن تقابلك هي علاقتك مع ابنائك. بص انا هديك مثال حي على نفسي. انا اول ما بدات ان انا خلاص عصبي يشد كده واقف على حيلي، كان ابويا ربنا يديله الصحه عدى ال60. فعارف انت احساسك ان انت خلاص انت بتبدا اللي هو تقول ها وابوك ها، بتبقى لقطه مش لطيفه. ومعظم جيلنا مر بالحوار دوت، ومش بنفهم ان دي كانت مشكله غير لما بنكبر. فعلا بنفهم ان احنا كنا محتاجين حاجه معينه من ابهاتنا، بس غصب عنهم بحكم سنهم هم مش قادرين يدونا الحاجه دي. فلما بتكبر شويه بتفهم ان دي كانت مشكله في مرحله تاسيسك. لو هنبدل الكراسي وتاخد انت دور الاب وتيجي تبص من ناحيه الاب ده اللي هو معدي ال60 سنه، اللي احنا ممكن نلاقي الدنيا خطفتنا وبقينا في السن ده زيه بالظبط، ونلاقي المشهد ده بيتعاد تاني بس مع ولادنا. بس الفرق انك الاب مش الاب. اتمنى ولا انا ولا حد ان هو يتحط في الموقف دوت، ان هو يبقى فعلا خلاص ابنه لسه بيكبر وعايز يشوف بقى دنيته مش عارف ايه، وابوه خلاص خلاص انا جبت اخري خلاص. صحه خلاص ما بقتش زي الاول، ما بقاش في حته الروح وتعالى ونعافر ونروح ونيجي. لان انت فعلا وقتها وانت في السن ده ممكن تبقى عايز تبقى مع ابنك، تفهمه حاجات، تروح وتيجي معاه، تتكلم معاه، يبقى في قابليه للكلام بينكم وبين بعض. ولكن انت بتبقى خلاص زي ما قلت لك، شعرها ابيضت والمفاصل بقت بتزيق. وحتى لو في افضل صحه ونتمنى ده، ابنك مش هيقدر يشوفك كصاحب وانت في السن ده او بالشكل ده. صعب قوي ان ابنك يشوفك كصاحب. ابنك شايفك انك راجل كبير قوي، شايفك دور الاب الحاكم، اعمل ما تعملش، سوي ما تسويش، مش عارف ايه، ده اللي بياكلني، ده اللي بيشربني، ده اللي ده اللي بيخليني اتعلم، مش عارف ايه. انما في نقطه كلنا بنبقى مفتقدينها واحنا مش عارفينها، بس اول ما بنلبس الحته دي بنروح في ليفل تاني خالص. وهنا تيجي اول فايده في الجواز بدري، فرق السن الصغير بينك وبين ابنك. لما يبقى فرق السن صغير بينك وبين ابنك، العلاقه مش هتبقى اب وابن بس، لان في تواصل فكري، قادر يفهم لغتك وانت قادر تفهم لغته، انت قادر تهيئ نفسك كصاحب ليه وهو قادر انه يتقبل ده. ولما ده بيحصل فعلا والعلاقه بتبقى علاقه اتنين صحاب مع بعض، مش اب وابن، ساعتها بنقدر نخش على فايده تانية، تحديد المجتمع والبيئه الخاصه بابنائك. يقدر يحدد لابنه، ربنا يرزقنا الذريه الصالحه كلنا، صحابه، البيئه اللي هو عايز يبقى فيها، المجتمع اللي حواليه، الحاله الاجتماعيه اللي حواليه واللي هو فيها. فانتوا خلاص بقيتوا صحاب. فاؤكد لك ان انت هتبقى اول واحد تعرف هو صاحب مين، هو بيحب مين، هو بيكره مين، هو بيعز مين، هو عنده مين غالي، هو عنده مين عادي وجوده زي قلته. هتلاقي نفسك عارف كل حاجه عنه، لانه ببساطه انت شلت الحاجز. انت ما بقتش دور الاب وبس، انت بقيت تعمل دور الاب بكفاءه عاليه كمان، مش دور الاب التقليدي اللي هو زي ما قلنا الاب الحاكم، اعمل ما تسويش، ده اللي بيعلمني، ده اللي بياكلني،
اكني لا مش ده، انت ما شلتش ده، لا انت زودت على ده، فخليت دور الاب ذات نفسه متطور لطريقه كبيره يقدر فعلا الابن يتقبلها في اكتر من حاله مش حاله واحده. هديك تخيل وعايزك تجاريني، واخد ابنك في يوم وبتوصله المكان فيه صحابه وقلت هتقف مع اصحابه شويه، تعرف ان وقفتك كأب مع صحاب ابنك لازم يكون ليها متطلبات في شكلك، طريقه كلامك، في سنك، مش عشان انت وحش، لا عشان صحابه يقدروا ان هم يتكلموا معاك عادي، هم شايفين واحد شبههم، شايفين حد قريب منهم. قرب السن ده بيخلي في محاوره بتحصل، في حديث بيتقال، في حديث، في نقاش بيحصل، في كلام. فالمهم انت وقفت الوقفه ديت واتكلمت مع صحابه وي بعد الوقفه دي اما تيجي تقول له خد بالك من ده وخد بالك من ده وده وحش، خد بالك من ده وده وحش وده حلو وده مش عارف ايه وده، تفتكر بنسبه كام في الميه هتقبل الكلام ده منك؟ واكد لك انها فوق 90%. ليه؟ لان مترتب عليها كل اللي احنا قلناه. طب لو ما كناش عدينا بالمراحل اللي فاتت واكد لك انها هتبقى تحت ال 20%. ده لو انت كنت قدرت ان انت تقف مع اصحابه اصلا وتطلع بشيء ينتفع بيه، ومش عشان انت كلامك غلط او صح، انت كده كلامك صح لان انت شفت حاجات كتير في حياتك فخدت خبره، فانت بقيت عارف تميز الناس، بس عشان انت ما خدتش الولد ده تحت دراعك من الاول. انت هتقدر تحدد المجتمع والبيئه الخاصه بابنك لو بقيت فعلا زي ما احنا بنتكلم. تيجي تسالني وتقول لي وايه هو السن المناسب، انا ردد عليك في اول الفيديو وبقول لك ان هو السن المناسب، واديتك مثال سيدنا اسامه بن زيد. لو انت مش عاجبك الرد ده ممكن ارد عليك رد تاني واقول لك دلوقتي اهم حاجه تكون بتعرف تجيب قرش حتى لو قليل، وتكون بتعرف تشيل المسؤوليه، وافتكر الدين والخلق اهم من الشهادات اللي متعلقه على الحيطان في الجواز بالذات. وهنا ممكن نيجي لثالث فايده، القدره على مشاركه الابناء في مهام ترفيهيه. تخيل كده تلعب كوره مع ابنك، يعني انت وابنك بتتمرنوا في جيم واحد، دي بالنسبه لنا خيال يا اخي. الواحد لسه ما اتجوزش والتخيل بس بيخليه سعيد، نسال الله ان يرزقنا هذه اللحظات. طب اقول لك على حاجه تانية خالص، موهبه ابنك اللي انت تقدر تتكلم معاه وتناقشه فيها، كمان يبقى ليك راي وكمان يبقى ليك تعديلات وهو بيعجب بيها، لان هو مش واخد عنك فكره انك دقه قديمه، لا انت واضح جدا ان انت لسه موجود هنا، انت لسه مواكب الاجيال ومواكب الاحداث اللي بتحصل، عارف اللي بيحصل اول باول وايه الجديد، ايه الدنيا، ها فوائد لا تعد ولا تحصى. لو جيت تخيلت كل ثانيه مع ولادك ممكن يحصل فيها ايه بسبب ان انت اتجوزت بدري. هتيجي تقول لي طب العاطفه وفي حاجات عندي هتكون ما اكتملتش كعقل ومش عارف ايه وايه، انت عايز امثله ايه تاني اكتر من اللي بقولها لك وفوائد اكتر من اللي بقولها لك؟ لما تتجوز كبير في فوائد بس مش زي الفوائد دي، لا عايز اقول لك ان الاضرار اكتر. ممكن نبقى نعمل حلقه برضو اضرار الجواز بقى متاخر، فوائد الجواز متاخر، برضو كل حاجه ليها اضرار وفوائد. طيب في سؤال مهم، ايه اللي هيحصل لو قلت انا عايز اعمل فلوس الاول؟ هتعيش طول عمرك لوحدك. شوف اي حد ناجح وعمل فلوس بس ما اتجوزش او اتجوز وما خلفش، هتلاقي اول ما طلبه لو كان اغنى واحد على الارض هيبقى مطلبه ان يبقى في نسل منه. زينة الحياة يا اخي. طبعا سؤالك من اول الحلقة، طب انت ما اتجوزتش ليه؟ عارفك يا خلبوس، انت عارفك. في الحقيقة يا صديقي انا جاهز، انا في مرحلة البحث عن الشريك والام اللي هي برضك عامل لا يقل اهمية عن كل اللي قلناه. انت لازم تدور على الشخص ده بحرص قوي قوي قوي، اللي بالمناسبة هيبقى ليها فيديو قريب بوضح فيه دورها وعظيم قد ايه. هنا يا صديقي العزيز كون خلصنا، عايزك تشد حيلك بقى كده فاهمني، وبقول لك ايه ما تقلقش، انت لما بتخش من الباب ده اعرف ناس اقسم بالله كانت داخله واتقدمت وعملت كل حاجه وهي ما فيهاش في جيبها جنيه، بس ربك بيرزق لان انت داخل في حته حلال وحته ربنا امر بيها. اسف ومش اسف يا صاحبي ان انا طولت عليك، واشوفك على خير قريب باذن الله. يلا سلام عليكم.